أنا معرفش إذا كان اللي حصل بين ندى وفرح ينفع يتسمى حب أو وجع، أو يمكن حاجة ما تتسماش أصلا. اللي بعرفه إنهم كانوا اتنين كل واحدة فيهم جاية من بيت تونسي محافظ، وكل واحدة شايلة جواها ألف حاجة مش قادرة تقولها. قابلوا بعض في فرنسا، بلد بعيد عن العيلة، بعيد عن العيون، وبعيد عن الأحكام اللي بتتقال قبل حتى ما حد يسمعك. في الأول كانت صحبة عادية جدا، ضحك وخروج وسهر على مشاريع الكلية، بس في قلب كل واحدة فيهم كان في حاجة بتتغير. ندى كانت بنت هادية تربت في بيت كله أوامر ودين، بتصلي وتحفظ القرآن، وما فيش يوم بيعدي من غير ما تسمع من أبوها كلمة عيب يا ندى، إحنا عيلة محترمة. وفرح كانت عكسها، جريئة بس مش وقحة، متمردة بس بقلب طيب، دايما بتضحك بس ضحكتها فيها حزن ساكت، كأنها بتحاول تخبي حاجة. مع الوقت الصحوبية بقت قرب، والقرب بقى حب، والحب بقى حيرة وخوف. كانوا بيسألوا نفسهم، احنا كده غلطانين أو بس بندور على حد يحبنا زي ما احنا؟ والمصيبة بلشت لما أهل فرح راحوا عندها يزوروها في فرنسا، وشافوا صورة ليهم هما الاتنين، صور تبين طبيعية بس كانت بريئة في نظرهم، بس في نظر الأب كانت فضيحة. اللي حصل بعد كده كسر قلوب وولع بيوت، وخلى البنات دول يوقفوا قدام أكبر سؤال في حياتهم: هل يستاهل الحب إننا نخسر كل حاجة علشانه؟ الليلة اللي شاف فيها أبو فرح الصور الدنيا وقفت، ما كانش في ولا حاجة خارجة، مجرد صور على البحر. فرح حط راسها على كتف ندى، بيضحكوا وبيبصوا لبعض بحنية، بس الأب شاف فيها جريمة، عيب، قلة تربية. طبعا حس إنه في شي مو طبيعي، دخل عليهم الشقة وهو بيزعق، عينه مليانة نار. انت فاكرة انك سايبة بيتك علشان تعملي اللي انت عايزاه؟ دي ما بقتش دراسة، دي بقت قلة أدب. فرح وقفت قدامه لأول مرة من غير ما ترتعش، أنطاها كف، ضربها قدام ندى. الصوت كان مدوي زي طلقة خرطوش في وش العلاقة دي. ندى كانت واقفة على جنب، عيونها بتدمع بس ما قدرتش تتحرك، مش خوف بس إحساس بالضعف. اللي بيحصل قدامها كان شبه كابوس. رجع أبو فرح لتونس وساب بنته هنيك، سابها مكسورة، بس ندى ما سابتهاش، مسكت إيدها وقالت لو ما حدش قبلنا إحنا نقبل بعض. مرت شهور والضغط كان بيزيد، ندى بلشت تفقد توازنها بين ضميرها اللي تربى على التحريم وحبها لصاحبتها اللي بيكبر كل يوم. كل ما تكلم مامتها في التليفون تحس بصوتها وهي بتقول يا بنتي خلي بالك من دينك، احنا مش باعثينك هناك علشان تنسي ربنا. صارت بتبكي بعدها بالساعات، وفي لحظة تهور قرروا يتجوزوا. فرنسا بتسمح بجواز المثليين، وجهزوا كل الملف وعملوا الجواز بهدوء ومن غير فستان أبيض ولا ورد ولا تصفيق، بس كان في دموع، دموع فرح مكسور. وبعد الجواز ندى بعتت رسالة لأهلها، رسالة طويلة، رسالة حب وصدق واعتراف، حكت فيها كل حاجة. كان الرد ما تكلمناش تاني، احنا ما عندناش بنت تعمل كده. قطعت العلاقة مع عيلتها، والحياة بقت صعبة، شغل قليل، وقلوبهم كانت بتتعب كل يوم عن يوم. شافوا علاقتهم مو صحيحة، شافوا حبهم كان يقدر يضل صحوبية وخلاص، وكمان مو شبعانين من بعض. وفي يوم من الأيام فرح دخلت المستشفى بعد أزمة نفسية شديدة، ما قدرتش تكمل، الاكتئاب خدا منها كتير حتى ضحكتها. فرح ماتت، ندى فضلت لحالها، بتزور قبرها كل أسبوع، تحط ورد أحمر وتهمس وهي بتعيط. كان نفسي أعيش معاك العمر كله، بس صحبات عفيفات كان أحسن من كده، بس حتى ده معرفتش أخذه منك. الليلة اللي شاف فيها أبو فرح الصور الدنيا وقفت، ما كانش فيها حاجة خارجة، مجرد صور على البحر. وبعد سنين ندى ما بقتش البنت اللي كانت تبكي كل ليلة، أو حتى بتخاف من ظلها، أو حتى اللي بتقفل قلبها وتحط عليه ألف مفتاح. حياتها اتقلبت، مش فجأة، لأ، بشوية أمل، بشوية صدق، وبشخص اسمه حمزة قرر يحبها وهي مكسورة، ويصدق إنها تستحق تبني حياتها من تاني. النهاردة ندى بتصحى الصبح وهي بتحس بطعم الحاجة، قهوة الصبح بقت ليها معنى،
الشارع والشغل والناس بقت بتشوفهم بعين جديدة، أهلها بقوا رافضين يسامحوها، بس حمزة بقى شريكها الحقيقي، مش بس رجل في حياتها، بقى الظهر اللي ما حكمش والقلب اللي سمع والإيد اللي مسكتها لما كانت بتوقع، وسكت لما احتاجت الصبر واتكلم لما قلبها احتاج يسمع صوت غير صوت الوجع. ندى لسه بتفتكر فرح ولسه بتزورها ولسه بتحط ورد على قبرها، بس بقى فيه ابتسامة، ابتسامة فيها شكر وكمان فيها ندم. فرح كانت فصل جميل وصعب، بس حمزة بقى فصل جديد، فصل اسمه أنا لسه أقدر أعيش. وفي يوم وهي قاعدة في البلكونة والشمس نازلة بهدوء، قالت الجملة اللي ما كانتش قادرة تقولها زمان: ندمت على اللي فات، بس كمان أنا ممتنة اللي حبني واللي رجعني للحياة واللي خلى قلبي يتفتح من تاني.